السلام عليكم صحاباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب روسات زاهيه. اليوم جبت لكم وصفه بزاف شابه كما راكم تشوفوا. هنايا عندنا خبز البرجر. نعطيكم جميع اسراره ونعطيكم كيفاه كذلك تشكلوا ديروا اللون تاع العجينه. نصلوا على رسول الله ونبداو المقادير وطريقه التحضير. اولا عندنا هنايا كاس تاع الحليب. كاس تاع الحليب نحطوه دافي في ريسيبيون، نديروا النصف تاع الكاس كذلك دافي نتاع الماء، نخلطوهم مع بعض. حبيباتي هذا الكاس اللي شفتوه راح يقطع لكم كميه مليحه لاباس بها. كما قلت لكم لاصحاب المشاريع كي توزنيها 45 ولا حتقطع لك كميه تاع 20 حبه. وعندنا ملعقه ملح وملعقه كذلك سكر، نديروها في الخليط تاعنا. ومن بعد نزيدو اكيد اللي مش راح ننساوها ودائما في المعجنات تاعنا حنزيدو مغرف خماره كبيره، وعندنا ثاني مغرف نتاع الخل. حبيباتي ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه باه يوصلكم كل جديد. كما راكم تشوفوا صحاباتي، وانا اكثريه خاصه لاصحاب المشاريع هذه الوصفه حتساعدكم بزاف وتجي خفيفه. حتى ولا انا درتها اليوم وجدتها في الليل والصباح مونطيتها، والصباح درت لهم الشلاضه ودرت لهم طوماطيش. راكم عارفين البرجر تاعنا. ومن بعد ذلك نطموها بالفارينه. الفارينه نطمو بها حتى نتحصل على عجينه طريه، عجينه كشغل هكا تكون شويه خفيفه. كيما على بالنا شفتي البرجر تاعنا يجي خفيف. وما نخافوش رانا دايرين له الخماره نديرو ملعقه كبيره في هذاك الكاس، نخلطو مليح ونعجنوه مده هكاك واحد ربع ساعه ولا. وهنا يا صحاباتي من احسن تكون فارينه ماما، باسكو اذا درتي في دي لاباط فارينه خلاف حتشرب وما حتجي شابه، حيجينا الخبز ثقيل. هذا تنجمي توجديه كما قلت لك، ولا كنتو في رمضان ثاني كذلك توجديه وديريه في ساشيات هكا هذوك ترونسبارون شفافيين، تغلقي عليه وديريه في الكونجيلاتور. وانت ديري في الكونجيلاتور وانت ديري في الكونجيلاتور كي تجبديه من الكوشه. كما راكم تشوفوا صحاباتي، انا كي كملت عجنته ربع ساعه درتو خمر واحد النصف ساعه، يخمر غير نص ساعه حسب درجه حراره الغرفه. ومن بعد نعاودو ثاني كنكسروا الخموريه ونوزنوه. انا كانت عندي هنايا حفله عيد الميلاد، قسمت لاباط على 2، شكلت كوريات باه نخليه برجر عادي، نعطولو البرجر اللي ما يتبدلش. شوفوا كيما راكم تشوفوا صحاباتي راني نوزن قدامكم حتى ل 45 تجي ماهي كبيره ماهي صغيره اللي توالمكم، وتقدروا تبيعوها 12,500 ونص. هذه بالدانت اشي بصح باللحم تبيعوها 15,000. كيما راكم تشوفوا صحاباتي نشكلوا هكا ديبول كيما قولوا معايا كيما الخبيز نشكلوها ونبلطوها ونخلوها. وعندي هنا العجينه اللي بقات لي، جبت اللون الخاص بالشوكولاته. انا درت هذا خرج لي بزاف شبابه البنات، ما نحكي لكمش، ما خسر لي العجينه، جات خفيفه جات حلوه كلش. كيما راكم تشوفوا هنا يا صحاباتي درت شويه موف باه يخرج لي هكا شباب بنفسجي، عفوا يخرج لنا شباب. نديرو شويه في العجينه ونعجنو، ومن بعد كذلك نزيدو شويه في العجينه ونعجنو حتى نتحصل على الكميه اللي رانا باغيينها، حتى نتحصل على اللون اللي رانا باغيينه. ومن بعد كذلك ثاني نوزنوه كيما وزنا من قبل، ونخلوه ثاني يخمر مده ربع ساعه. البنات في الاول نخلوه يخمر نصف ساعه، ومن بعد في الثاني نخلوه يخمر ربع ساعه. ومن بعد كي يخمر لي نديروا له من الفوق البيض ولا كريم فريش. كيما راكم تشوفوا هنا يا صحاباتي انا حطيته قعد ربع ساعه كي خمر لي. شوفوا البنات لاكولار شحال شابه جات روعه. كيما وريتكم البنات ديروا تاع الشيكولا، الملون الخاص بالشيكولا يعطيكم بزاف شباب. خير من البودره يقعد هكا شويه في لاباط كشغل نقاط هكا. عندنا هنايا ملعقه نتاع ملعقه لا كريم فريش مع صفر تاع البيضه، وندهنوه كامل وندخلوه ديريكت للفرن. بالنسبه للفرن ديروا درجه الحراره 200، خلوه يطيب مده 10 دقائق، وكل وحده والكوشه تاعها. ما بقى غير نقول لكم مع السلامه.